السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة في قناة على ليلة الإيد مع أم يوسف أحمد. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم وأنا عن نفسي بعاني منه، وهو إزاي إنك تخلي ابنك ينام بالليل، أو لو ابنك مضطرب أو مش عايز ينام معاكي أو تعبك بالليل في النوم. أول حاجة هتعمليها هتتوضي وضوءك للصلاة. يعني أول حاجة هتخشي الحمام، تتوضي عشان كأنك يعني هتصلي. بعد كده بإيدك اليمين هتمشي على جسم ابنك، اللي هو يعني تعبان او مش عايز ينام، بايدك اليمنى على جسمه كله وتقري سورة الغاشية. يبقى اول حاجة هنعملها هنتوضى. تاني حاجة هنمسك ايدنا اليمين ونمشي بيها على جسم الطفل، ونقرا سورة الغاشية. يبقى هنقرا سورة الغاشية بايدنا اليمين على الجسم. بعد كده هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 او قد ما تقدر، يعني كل ما تزيد يكون احسن. بعد كده هتقري المعوذتين وآية الكرسي والإخلاص وآخر سورة البقرة. الحاجات دي كلها هتقريها برضو وانت بتمشي بإيدك اليمين على على طفلك. وأكيد في البداية قبل الغاشية وقبل السور دي كلها هتبدأي بالبسملة اللي هي الفاتحة، سورة الكتاب. هتبدأي بيها برضو هتقريها 3 مرات. بعد كده هترد السلام على نفسك، يعني هتمسكي بإيدك اليمين وتحطي ايدك على ابنك وتردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد كده تقول، يعني هتتكلمي وتقولي اللهم إني أرقيك من كل شيء يؤذيك. اللهم إني أرقيك من كل شيء يؤذيك. ماشي، يبقى كده علشان ابنك ينام. أنا بصراحة يعني كان معايا ابني تعبني في الحكاية دي، فرحت الواحد بتاع قرآن، يعني الحمد لله كويس. قال لي أول حاجة تعمليها تتوضي، تقري سورة البسملة أو فتحة الكتاب، وبعد كده الغاشية، وبعد كده المعوذتين، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والإخلاص وآية الكرسي، وبإيدك اليمنى وتسلمي على نفسك، يعني أنت وحاطة إيدك على ابنك تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصلي على النبي يعني قد ما تقدري، او بالبلدي كده كتير، صلي كتير. ان شاء الله باذن الله انا جربتها والله، نفعت جدا مع ابني، بعملها وربنا بيكرمه وبينام نوم كمان كويس خالص. يبقى زي ما قلنا، بايدنا اليمين وبالوضع. اول حاجه البسمله، سوره الغاشيه، المعوذتين، الاخلاص، ايه الكرسي، اواخر سوره البقره. وبعد كده هتسلمي على نفسك وتصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده كان فيديو النهارده، يا ريت يعجبكم. معلش انا كررت كتير في الكلام، بس عشان تفهموه وتكتبوه. جربوها وان شاء الله هتدعوا لي وربنا يحفظ لنا اولادنا واولادكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.